حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم معايا صحبة الماليزية، اغلى صحبة عندي. هي اليوم نتغدى وانا اكل اليوم اكل الماليزية. صباح الخير يا احلى ناس. اليوم حبيت اشارككم يوم بسيطة، بس كان في اشياء مرة لطيفة. فيلا نبدأ. أول شيء بدأت صباحي بكوب قهوة دافئة، وجلست أطالع المسبحة على البلكونة. كان الجو مرة راقي، وحبيت أبدأ يومي بهدوء قبل الزحمة طبعا. بعد قررت أتحرك شوية، رحت أجرب الرياضة مشي، وطبعا كانت أول مرة التمارين بشكل هذه. أنا دايما أسوي تمارين بسيطة وخفيفة في البيت، بس هالمرة خلت أغير الجو وأمشي برا. بصراحة بداية كنت شوي خايفة متوترة، بس الحمد لله إنه كانت أختي معايا وشجعتني وخلتني الجو لطيفة، ومع الحركة الهواء، وحسيت إني فعلا احتجت هالتجربة، وكنت خفيفة على القلب وحلو علي بالنفس صراحة. خلصت الرياضة وطلعت السيارة عشان أروح المول، وكنت متحمسة أني مقابلة مع صاحبتي هناك. الصراحة كان نفسي يعني أروح المول السردان في أول مرة، كمان تبريني صاحبتي، ويعني اتفقنا أنه أكل أكلات ماليزية وكذا، وخلاص قلت يلا أوكي راح أوريكم الآن، تابعوني. الآن وصلت على المول السردان، أكيد صاحبتي في الداخل، ونفس الوقت صراحة أنا أبي أتسوق وأشتريها مايك. فأول مرة أجرب هذا المول، فبعيد صراحة، تقريبا يعني ساعة ونص كذا بمشي أكون في الخط. الآن وصلت، وأخيرا تقابلنا على طول الانتظار. يا هلا يا هلا والله يا خالية. وأنا من النوع اللي يتحمس دائما أجرب أكلات جديدة، وكانت فرصة حلوة أني أذوق الشيء ثقافاتها. جربتها الطبخات وسألت عنها، وطلعت البنت قالت لي اسمه. كان أحلى شيء إن التجربة هذه مع شخص من أهل البلد، يعني حرفيا أكلت الأكل ماليزيا، ومع إنه مرة حلو. يا سلام، شوفوا شكلها يجنن. هذا تكونوا بخير. اليوم معايا صحبة الماليزية، أغلى صحبة عندي. هي اليوم نتغدى وانا اكل اليوم اكل الماليزية. بشرب تي او ايس. ايش اسمه هذه؟ كاري أيام. كاري ايام اسمه. شوفوا طعمها كيف حلو. يا الله طعمه يجنن، بس سبايسي صراحة، كان سبايسي وانا ما احب السبايسي، بطل سبايسي. الحين راح اضبط نفسي، واتفقنا انا وصاحبتي نطلع ونروح نتسوق، ونفس الوقت بشتريها مايك. يلا راح نجرب. ادور لي المايك، تسجيلات الصوت، الفيديوهات، يا رب. حصلته واشتريته الحمد لله. مرة كانت محتاجته مرة من زمان، وإن شاء الله تحسن الجودة المقاطعة إن شاء الله، لأني الحين كنت أدور لمكان في أنواع كثيرة، بس طبعا دخلت أماكن كثيرة وما حصلت، لأني أنا تعبت كل ما أسجل الصوت بيدخل أصوات وأصواخ، يعني هذا الشيء حسيته إنه إزعاج كثير. فنفس الوقت يعني حسيت إنه جودة الصوت مو يعني ما عجبني الصراحة. حبيت إني أثبت وأخليها أفضل وأحسن، مشان متابعيني يتمتعوا ويحسوا أحسن. الآن طبعا صاحبتي قالت لي هنا الأفضل، هناك ما حصلتها حاجة كويسة صراحة، فندخل هذا المكان ونشوف. اسم المكان هاوت ماركت. طبعا أشياء كلها حسب ما قالت لي إنه في أشياء كثيرة رخيصة وحلوة. هذا اللي أنا أشتيها حصلته. فطبعا في أنواع الإنهاء، هذا النوع، وراح أجرب الآن كيف بيطلع صوته أحلى. حصلنا وانتهى خلاص، والآن نرجع البيت.
وهذا كان يومي بسيطة، بس حبيت أشارككم معاكم، واكتبوا لي تحت إذا حابين أستمر في فلوكات. ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وأشوفكم الفيديو الجاية. وكمان لا تنسوا إنه كل خميس بودكاست، وكل اثنين فلوكات. أشوفكم على خير. سلام.